مفيش مرة كنت نايم وحلمت بحاجة وبعد ما عدى فترة شفت الموقف ده وحسيت انه حصل لك قبل كده. اقسم بالله حصل لي مواقف كتير لدرجة ان بقيت بستناها بعد ربنا. طبعا هتقول عليا مجنون صح؟ العلم اثبت ان في اكوان متعددة، كل قرار اخدته وكل قرار ما اخدتوش ممكن يكون حصل لك في عالم تاني. يعني لو وافقت ورفضت اي حاجة في نسخة منك عايشة السيناريو ده، وده مش هزار. عالم زي ستيفن هوكينج اتكلم عن ده، ونظرية الاوتار والكم بتقول ان في ابعاد اكتر من اللي احنا شايفينها، ويمكن الاحلام اللي بنشوفها مش مجرد خيال، يمكن دي اشارات من نسخه تانية منك حقيقيه هي اللي بتبعت لك رسائل. طب لو هنفترض ان ده حقيقي، فكل لحظه بتعيشها دلوقتي اكتر بكتير منك، كل قرار بتاخده بيخلق واقع جديد، بس النسخه اللي قدام الكاميرا دلوقتي هي اللي تقدر تغير كل حاجه. على فكره فيلم دكتور سترينج كان بيتكلم عن ده. I see through you. واوعى تقنعني ان ده خيال علمي، لان في افلام كتير اتحققت على ارض الواقع. والسؤال، هل امريكا عارفه حاجه احنا مش عارفينها ومحتفظين بيها عشان يستخدموها على البشر في ابحاثهم؟ انا حاسس ان في حاجه بتحصل مش عايزيننا نعرفها.